السلام عليكم، ازيكم كل اصحابي واخواتي وحبايبي الكرام، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. جايب لكم قصه النهارده صغيره دي كده اهو. قصتنا صغيره بس كلها عبر ومواعظ كلنا محتاجينها في الايام بالذات اللي احنا فيها دي. قصتنا بتبدا بحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال: لا ينقص مال من صدقه. ولكن القصه نفسها حدثت في عصر سيدنا موسى عليه السلام. راجل وزوجته قاعدين بيشتكوا مع بعض ضيق الحال والازمات اللي عايشين فيها. فالزوجه قالت لجوزها: بقول لك ايه، ما تروح لموسى، هو مش كليم الله؟ اطلب منه، يطلب من ربه انه يصلح لنا الحال ولو لمده صغيره. بالفعل سيدنا موسى لما قابل ربه قال له: يا رب، عبدك فلان وفلانه يشتكون ضيق الحال ويطلبون منك ان انت تصلح لهم حال. فربنا سبحانه وتعالى قال له: يا موسى، ابلغهم اني ساصلح حالهم عاما واحد. بالفعل رجع سيدنا موسى وبشر الزوج وزوجته وقال لهم ان ربنا سبحانه وتعالى وافق ان يصلح لكم الحال لعام واحد. الست قالت لجوزها: طيب خلاص، عام. بداوا يشتغلوا وربنا كرمهم والفلوس كترت. الزوجه قالت لزوجها: بقول لك ايه، ما تيجي نخدم أهل القرية ونساعد الناس، علشان لما ربنا سبحانه وتعالى يرجعنا لحالنا القديم في الوقت ده أهل القرية يساعدونا ويقفوا جنب مننا. جوزها وافق، وبالفعل بدأوا يمروا على القرية يشوفوا حد محتاج حاجة يساعدوه، حد غلبان يساعدوه، في بيت مش عايز يقع عاوز يتبنى يبنوه، حد بيتجوز يساعدوه، لحد ما وصلوا إن هم أخذوا من كل أهل القرية. وبعدين بدأوا يبنوا بيت كبير على دخل الطريق القرية للأغراب، اللي رايح يضيفوه اللي جاي يكرموه. عدى سنة، سيدنا موسى واقف يترقب الموقف، ايه اللي بيحصل وايه اللي هيحصل. بقت سنتين. سيدنا موسى لما قابل ربه قال له: يا رب، عبدك فلان وفلانة وعدتهم بسنة وزاد الأمر. قال له: يا موسى، أيكونون أكرم مني؟ حاشا لله، ما فيش أكرم من ربنا سبحانه وتعالى. دي كانت قصتنا النهاردة صغيرة ولكن فيها عبر. والعبرة الأولى في قصتنا إن الزوجة الصالحة بتدعو جوزها للصلاح. يعني ما قالتلوش تعالى نرتشي، تعالى نعمل معاصي، تعالى نشتغل في الحرام. لا بالعكس، دي طلبت منه يلجأ إلى الله، ساعدته في اللجوء لله ولجأ، وربنا سبحانه وتعالى استجاب. والقصة الثانية إن لما امتلكوا المال ساعدوا بيه الناس وخدموا، وربنا سبحانه وتعالى بارك لهم في الرزق. فالمقصد إن ربنا سبحانه وتعالى يعطي لك الرزق علشان تخدم به الغير. ودي كانت قصتنا النهاردة، ومع السلامة.